السلام عليكم حبايبي الصيادين في كل مكان. النهارده هنعمل مقارنة بين الجمبري البرغوث، الصيد بالجمبري والصيد بالعجينة. العجينة اللي هي الجامدة زي كده والعجينة اللي هي السايلة. هنقول لكم كل طريقة ايه وبتطعم بايه، وهنعرفكم ده بيستخدم في ايه، والشلوت الفرنساوي ده بيستخدم في ايه، والسنون العادية بتستخدم في ايه، وبتطعم كل حاجة منها بتطعم ازاي. هنبدأ بالعجينة اللي هي الجامدة. طبعا العجينة دي اللي هي دي طريقة تطعيمها. بتاخد حتة كورها على ايدك اهو، بتحطها على السن، اساس السن ما يبقاش باين الا منه الطرف بتاعه كده. دي طريقة تطعيمها، تمام. دي بتستخدم في ايه بقى؟ دي لما بنيجي احنا بنشتغل على البطاطا، تمام، بنعمل السنون بتاعتنا فوق 3 سنون، وبنحط لها الشليط ده من تحت، بيبقى 3 سنون فوق بعض، والشليط ده من تحت. طبعا انا شارح القرم دي قبل كده، بس انا النهارده بقارن العجين والبرغوث والعجينه الطريه والحاجات دي، الفرق بينهم ايه يعني، ده بيستخدم في ايه وده بيستخدم في ايه. تمام، احنا كده عرفنا العجينه الجامده دي. هنقوله طريقه العجينه دي ايه. دقيق وميه ونقطه زيت، حبيت تحط عليها نقطه سكر، شويه سكر ماشي، محبتش خلاص. ادي طريقه تطعيمها مطعمها. وفي الاخر القرمه بتحط الشليط ده، بيشتغل معاك على البطاطا، تمام. ولو في بوري، بس طبعا دي العجينه دي مش بتاعه البوري. في ناس بتقولك عادي اشتغل بقى في البوري عادي، ماشي هتشتغل معاك، بس ما هي كده دي مش بتاعه البوري. هقول لكم عجينه البوري بقى حاجه تانية خالص وعده تانية خالص، تمام. كده احنا خلصنا من دي والسن بتاعها. شوفوا بقى العجينه بتاعه البوري. سيب الشليط ده الاول اسمه شليط فرنساوي صغير، ده للبوري، تمام. وممكن برضو تشتغل بسنون صغيرة 9 أو 10 كفتة، تمام. العجينة دي اهي تبقى عبارة عن دقيق ومية فقط، دقيق ومية فقط. وكل لما بتقلبها طبعا ما بتخليهاش يعني سايلة قوي خالص. اهي العجينة كل لما تقلب فيها تبقى عاملة شبه الاستيك كده. ليه بقى بتبقى عاملة شبه الاستيك كده؟ بص، طريقة تطعيمها جميلة جدا وسهلة جدا. اللي انت بتاخد اللحسة صغيرة اهي، تمام، خدنا حتة وبنجيبه السن بتلف على السن كده. بص الطريقة، بص هو عامل شبه الاستيك ازاي. بص بيلف معاه ازاي، شايفين؟ ادي طريقة تطعيم العجينة للبوري. بتلف العجينة بتبقى عاملة شبه الاستيك، تقعد تلفه على السن لغاية ما بتداري السن كده، تمام. ده بالنسبة للسن لو انت بتشتغل بسنون صغيرة للبوري. طبعا في الشليط الفرنساوي ده طبعا للبوري جميل جدا، شليط صغير خالص اسمه شليط فرنساوي، برضو بتطعمه بنفس الطريقة، تلف عليه العجينة تبقى شبه الاستيك كده برضو، تمام. ده بتحط شلتين صغيرين تحت تشتغل بيه، ايه اما بتحط سنين صغيرين تحت تشتغل بيه على البوري. البوري طبعا طريقة تطعيمه لازم تزفر بعيش بلدي عادي، تحطه في مية جنب منك في جردل كده، هتسيبه يشرب ميته حلو. ولما تيجي ترميه ما ترميهوش على الوش كده تخلي السمكة تاخده تسرح معاه، لا، بتاخده تعصره في ايدك كذا مرة لغاية اما تصفي ميته كده، تحس ان هي بقت كتلة في ايدك، وترميه قدام منك. وانت بتطلع البوريه من المية بتصفر بعد منها على طول، عشان السمكة ما تمشيش
السمكة التانية قاعدة، السمكة التانية قاعدة تحت منك. هو البوري كده، وانت بتطلع تزفر وانت بتطلع تزفر. اساس السمكة لو مشت خلاص كده، ما هو بيبقى سرب، هو بيخش اسراب. لو خاف ومشي مش هتعرف تشتغل. كده احنا عرفنا العجينة السايلة. العجينة اللي هي السايلة دي عجين ودقيق بس. وكل لما تقعد تقلب فيها كل لما تبقى عاملة شبه الاستيك. بص اهي، بص عاملة شبه الاستيك ازاي. بتاخد حتة على ايدك وتطعم بيها. دي احسن طريقة لصيد البور، لان البور بيخش يشفط العجينة. تمام كده. لو في حاجة مش واضحة فيه قولولي وانا اقول لكم في التعليقات. تمام. طيب هنيجي بقى طبعا احنا عرفنا ده للبوري، دي العجينة الجامدة دي. خلاص هنشتغل على البطاطا، والبطاطا ممكن تشتغل بها بالخضرة. تمام. الخضرة تشتغل معاك زي الفل برضو، مفيش اي مشكلة. وبالشليط برضو، لان ده موسم البطاطا وشغالة كويس الايام دي. فهنخش بقى على الجمبري، عشان في ناس متعرفش الجمبري بيتطعم ازاي وشكله ايه البراغوث وكلام من ده. ثواني بس امسح صبعي. هنشوف بقى كده الجمبري البراغوث يا جماعة. وطبعا الجمبري البراغوث ده غير العقر ده حاجة. عذرا باين في الكاميرا. ده جمبري براغوث. طبعا ده معلش براغوث بس كان متلج عندي، وانا بس بعلمكم عليه يعني تتعامل بايه وشكله ايه بس. طبعا جمبري البراغوث ده غير العقر وغير الشطنارة. والشطنارة حاجة والعقر حاجة والبراغوث ده حاجة، وفي نطاط طبعا حاجة تانية خالص. طبعا أنزه طعماية طبعا هي النطاط، يليها على طول الشطنارة، يليها طبعا البراغوث لو حي وحلو. وطبعا العقر كويس برضو، بس العقر طبعا عمرك ما هتعرف تجيبه حي. هي الشطنار لو بتعرف تجيبها حية، والنطاط بتجيبه حي، والبراغوث بتجيبه حي. اما العقر ما نفسه ضيق، ما بيبقاش حي يعني في معظم الامور، يعني صعب اوي اللي انت تعرف تجيبه حي. فطبعا انا دلوقتي هشرح لكم البراغوث بيطعم ازاي. طبعا البراغوث الحي ده على فكرة بتستهدف بيه سمك كتير، وبيبقى كويس جدا جدا يعني في الصيد لما بيبقى طازة. بتستهدف بيه الشراغيش، خش عليه دنيس، خش عليه قاروص لو عاوز، بيخش عليه اي سمكة طول ما هي البراغوث نضيف خلاص. طبعا ديله تحت اهو زي ما احنا شايفين كاميرا. خش هنا في السن اهو كده اهو، بتلاقيه بيلف مع السن لوحده اهو. دي طريقة تطعيمه من البراغوث. طبعا الشطنارة والحاجات دي كلها نفس التطعيم كده. اما العقر لما بيتملح طبعا بيبقى العقر لما بيتملح بتشيل الراس بتاعته، لان الراس هي اللي بتعفن الحاجة. وبتحطه في ملح، بتسيبه يصفي ميته وتحطه في ملح، وبتحطه في الفريزر عادي، وبتطلع تصطاد بيه. اما بالنسبة للبراغوث ما بتحطلوش ملح، لان لو تحطله ملح هيتهرى، مش هتعرف تصطاد بيه. ده بتجيبه مثلا وتحطه في علب زي كده مثلا اهي، علب زي كده، وبتحطه في التلاجة. بس طبعا البراغوث ده بقاله ياما، انا قلت اشرح عليه بس كده عشان تعرفوا طريقة تطعيمه وتستهدفوا بيه السمك يعني. لو في اي حاجة عايزينها طبعا هتتفضلوا تقولوا لي في التعليقات. وطبعا
شرحنا العجينة السايلة أو العجينة المتجمدة شوية وطريقة عمايلهم، وإزاي تصطاد بيها البوري، وإزاي العجينة التانية بتستهدف بيها البطاطا، والبرغوث طبعا بتستهدف بيه اللي هو المرمار مثلا، هو حلاوته في المرمار. وطبعا بتستهدف بيه الشراغيش عادي والدنيس عادي، وكل السمك بصراحة لما بتبقى طازة تستهدف بيها سمك كويس يعني. وآخر كلامنا طبعا هنختمه بحلوة صلاة النبي تملى القلوب ياما. يا عم صلى على النبي الآخر يا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.